بياكل حد علقه. مودي اصحى يا نعم. انت في يا جماعه المغرب اذن وهو في ايه كل ده؟ مالكم في ايه؟ هو في ايه؟ ده انت مزوخي، انت مجنون. ده احنا لسه قاعدين. ماشي يلا. يا لهوي عارفها دي. ده في حاجات بتجري يا جماعه، في حاجات بتلعب في ان شاء الله البنات تبقى دمها تقيل، ان شاء الله يبقى دمها تقيل. يا لهوي صدري لبش. صعب. حمو كوكتيل قرف. يلا شيبس شطه وليمون بايظ بقاله 30 سنه، فران عدت عليه. اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من برنامج انا انت. النهارده معايا ضيف، يعني مبسوط جدا ان هو معايا لان هو اول مره ينورني واول مره اشوفه في حلقه، يعني انا بحبه دايما اشوفه على النت. النهارده معايا خالد الشوكي. ايه ازيك عامل انت فين؟ هتبص اول مره ظهر معاكم. عايزين نبدا نعمل حلقه حلوه، احنا ما صورناش مع بعض قبل كده حاجات خالص. أيوه. فعايزين بقى النهارده تبقى حاجه ان كويسه شاء الله يبقى في بينا كيمستري ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله باذن الله. اتمنى ده. بص دلوقتي الشباب هتطلع هيحاولوا يضحكونا، ماشي خلاص، واحنا لو ضحكنا هنتعاقب والعقاب باين اهو. حلو مر أوي. العقاب مر اسود. ماشي خلاص خلاص في 3 ماشي سيجمنت، 3 فقرات. خلاص اول واحده هنشوفها دلوقتي، ايه رايك؟ يلا ماشي. يلا نشوفها. يلا نبدا يلا. على طول. معلش بقى ايوه قيمني بقى الضحك يعني. دي دي إيه ضحكه بقى؟ دي ضحكه دي خلاص عشان انت شربت. ماشي بص خلاص، بقى في فهمت. ناس هنا عندنا لو انت هيقفشوني. بص دي برضو بتبقى ضحك. ماشي خلاص. وعندنا هنا بص العدسات دي هتجيبك. واخد بالي خلاص؟ ماشي يلا بينا. لا ما تضحكش بقى خلاص ماشي خلاص. ما تضحكش خالص. ازيكم عاملين ايه؟ ازيك عامل ايه؟ انا عايز اضحك. يا نهار ازرق انت هتودينا في داهيه. مش هخلص ضحكه خلاص ضحك. امشي يلا. السعودي لما بيعمل دايت بيقول للويتر ايه؟ ايه ابي تايزر. كنكه قاعده لوحدها في الاوضه ليه؟ ملهاش وش. اكيد ضايقت. فين مين؟ هو؟ لا ما ايوه حصلش. ضحك. اتس سمايل. نو يلا. سمايل. اشرب اتس ماي فيس. اشرب. كنت قولها تاني كده؟ احنا قلنا كنكه قاعده لوحدها في الاوضه ولا اللي بعدها؟ ايوه كان- كان ملهاش وش. ملهاش وش. ما ضحكتش برضه؟ ماشي. محامي شرقاوي بيترفع في قضيه، فتح القضيه ازاي؟ طب نعرف فتحها ازاي وبيشرب مرتين ولا ايه؟ أصل اي حد شرقاوي بيضحكني من غير حاجه. ده حقيقي. انا ممكن ما اقولش الباقي بقى. سويت اند ساور. ما اقولش صح احسن. لا ليه؟ قول لنا عمل ايه بقى؟ محامي من شرقاوي الأول بقى، ولا من ماشي. الأول بقى؟ محامي شرقاوي بيترفع في قضيه، فتح القضيه ازاي؟ الشقه مش إلها ورق. ماشي يا عم قشطه. لما ابوك ما يجيش البيت اسبوع بيبقى اسمه ايه؟ ايه فقدب. اشرب. ما انت مش هتشرب معايا، انت جاي بقى قاطب خالص. ايوه انا كارف. كفايه عايز كفايه. فاضل واحده ان شاء الله خير يعني. اخر واحده. اخر واحده. رابر بطل يظهر فتره، ليه؟ مسكوه. يا ساتر يا ساتر. بس شكرا. مسكت نفسك انت. انا خلصت الكوبايه. الكوبايه اللي خلصتها. ماشي. مساء الخير. مساء ايه النور. الاخبار؟ كله زي الفل. انا مبسوط بالفيرست ديت اللي انتوا عاملينه ده. عامه اسلام انت شغال في بنك صح؟ بالله. عارف احسن حاجه ممكن تعملها ايه في بنك الطعام؟ تقدم على شقه فول. ماشي. حلو اوكي صح. حلو. لما بنبقى حد داخل عمليه تجميل بيدعي يقول ايه؟ بيقول ايه؟ يا رب جيب الحواجب سليمه. ماشي صح. انت هتقعد تعلق كده؟ يا مع الله. لا امسك نفسك ما تتكلم. يا تضحك يا تضحك يا ما تتكلمش. يا عم انا هسكت يا عم انا هسمع. سيرب استفاده حياده في المرج. يا ساتر يا رب. لا ما انا بضحك على خالد. كنت بس ضحكت. هو انت يا اسطى مين ما تخلوه يشرب. خليكي اقوى من كده مع الاشكال دي. المسلسل ده هوك بدايه حلقه، اول حلقه في المسلسل. يما. اكمل. يلا. سيرب استفاده حياته في المرج. ايوه ليه يا عم؟ بيعالج ناس من القلق. ليه؟ اشرب شفتك مهزوله باشا. خش بس بق حلو بقى. ماشي يا عم. بق حلو بالله عليك. استنى بس. موظف في بنك خلف توأم، سماهم ايه؟ سحب وايداع. او مدين ودائي. عارفه. صح؟ صح. تمام. الذكاء الاصطناعي لما يسيطر على مصر ايه اول حاجه هيعملها؟ ايه يا ترى؟ شبين الكود. شكرا. بتضحك بصراحه. ماشي انا هشرب اهو. يا ابن الايه يا عثمان. ماشي. عارف انت لو شربت بتاع ده والله العظيم هتبقى عايز دمك يبقى تقيل. هروح لسيرابست في المرج. حابب دمك يبقى تقيل والله العظيم. ليه النجار بيحب يربي كلاب؟ عشان بتدج على المسمار. ماشي. ممثل دايما شبعان. ممثل ايه؟ دايما شبعان. ليه؟ عمرو واكد. ماله؟
ماله عمرو واكد؟ واكد والله فكر فيها. ما ضحكتش ولا ده فار ده ولا ايه؟ رحت فين وعرفت؟ خلاص بقى مش الدنيا. وانا لما كنت بتكهربني كنت مش بتمشي الدنيا ليه لما كنت بتكهربني؟ ماشي. الفيلم اللي اثبت ان اولاد رزق مش 5، اولاد رزق 3 او 2. ماشي. فود بلوجر اتقفشت حضنه واحد، فقالوا لها مين ده؟ قالت لهم ايه ده؟ جوسي. يلا مع بعض يلا. وان شاء الله ده جوسي برضه. كارثبي قوي كارثبي قوي كارثبي. وحش قوي يا اسطى. شيبس شطه وليمون بايظ بقاله 30 سنه، فران عدت عليه. حشاش قاعد في عزا انت لسه معاكي تاني؟ ده لسه هترص. استنى والله عشان مبسوطه قوي باللي انتوا بتعملوه. ايوه ما انا عارف انا عارف حريم تموت في النكد الرجاله. أيوة والله. يلا. حشاش قاعد في عزا والشيخ خلص، فقال له ربع كمان. بق كمان بقى بالله عليك يلا. لا انا بضحك على لا لا ضحك، دي مش ضحك. محسوبه. ما تمسك نفسك. لا يا حبيبي لا يا حبيبي اشرب. انت يلا يا لا، حبيبي. مش اشرب، انت اللي تعبت. ده انت مت على الترابيزه. ربع كمان بقى والنبي. مش قادر والله العظيم خلاص هموت. معلش اهو. صعب قوي، انا افتكرته تاني وهو بيشرب. بس خلاص. يلا خلاص. اتكل على الله. احنا عارفين ان الاسلام شغال في بنك صح؟ اه هو الوحيد اللي البانش لاين عنده بيحتاج حد ائتماني. صح. اسلام عنده موظف في اي بي كده بياخده معاه في الشوز عشان لما البانش لاين ما يجيبش يقول له يا ريس السيستم واقع. بتعمل كده؟ اسلام بيعمل بوز بعد اي جوك، بيستنى الاو تي بي. حلوه قوي بس مش هضحك. حلو عشان لسه ما جاليش. ما جايش ها؟ 19 ثانيه. استنى 19 ثانيه كله. مره كرسي كان غيران من ترابيزه، لا يا سفره. خناقه خشب ماليش دعوه بيها دي. مره تلفزيون حب تلفزيونه فقال لها هاتي لا ده بوصه. انا هرجع مش هضحك. هاتي بوسه. هاتي بوصه. هاتي بوسه. اخر واحد بس ماشي. اخر واحد في السيجمنت دي في الفقره دي. ده بعد احنا لسه لسه تاني. ده احنا لسه قاعدين. ماشي يلا. عاملين ايه؟ كله بتاع زي ده الفل. بتاع ده وحش قوي يعني. تعالى دوق تعالى تعالى دوق يا صاحبي انا تعالى انا دوق. عندي ليك اوبشن. إيه؟ انا عندي حبه كده هنقولهم، مش هتضحكوا كده وهشربوا انا في الاخر لو ما ضحكتوش. بس ماشي خلاص. خلاص. ايه رايك؟ اتفقنا. اول حاجه معانا ميكانيكي بقى مدير فني، فرقته لعبه السوبر في السعوديه، خلى اللعيبه كلها تعمل عمره. هي ما دي ضحكه يا اسطى، انت عبيط. ما دي ضحكه يا ايوه اسطى. ضحكه للاسف ضحكه عندي. طيب انت زعلان ان هي ضحكه. زعلان ان انت هتشرب ها؟ ايه يا لهوي. أيوة. عارفها دي. أيوة. دي الخمسه دي. نفس الميكانيكي بقى افشخ لعيب عنده في الفرقه، ماله؟ محمد مجدي عفشه، حلوه. بتاع فراخ، اشتغل مدير فني للفريق منافس للميكانيكي كان الفريق بتاعه. اكتر لعيب بيكرهه في الفرقه مين؟ كهربا. صح. واحده جديده. يشرب. ايه انا أيوة. عملت كده؟ يلا يا باشا اشرب. انا كنت عامل سيبي ما اضحكش على الراجل ده خالص. ماشي. عادي. انت كلهم في الدوري كده؟ ده في حاجات بتجري يا جماعه، في حاجات بتلعب في قول يا استاذ. الدوري ده بقى فصل. جزار بقى كوتش برايفت في جيم، شافوه ماشي. بيتمرن تمرينه غريبه، سالوه كوتش التمرينه دي بتاعت عضله ليه؟ قال لهم دي عشان بيت الكلاوي او بيت اللوح. كلام منطقي. جزار تاني غير جزار الاولاني اشتغل برضه كوتش في جيم. اما انت ليه مصاحبهم ناس كده؟ يعني ليه مصاحب جروبات دي؟ انا عايز اعرف. هو راح يعمل نكت من كل مجموعه مش عارف. النكت بتاعتهم وجه يعني. اشتغل كوتش في جيم. ايوه مين ايوه. هو؟ قال له انت لازم تجري كتير على التريد ميل عشان تنزل الشغط. حلو. بس شكرا كده. العقاب ده كان حلو. صعب جدا، والسيجمنت دي كانت صعبه جدا، عدينا منها بطلوع الروح. شكرا يا اسلام. الحمد لله. مستعد للسيجمنت التاني؟ يلا يا باشا يلا. احدف بقى، احدف لي اللي جاي على طول. يلا بينا. يلا. العقاب ده زي ما انت شايف كده، انا قلقان منه. انا همسك نفسي على قد ما اقدر، انا مش هضحك خالص، انا دم تقيل، انا رخم. ده اكل قطط. شوف اكل ده قطط مش والله. اكلهم، ده استحاله يكون اكلهم، ده اكلوا وخلصوا يعني، ده حاجات تانية. صح كده. يلا نبدا السيجمنت التاني ده يا عم خالد. ايوه الشباب هيطلعوا يقولوا لنا سيتويشن موقف، ماشي. واحنا مهمتنا يا عم خالد ما نضحكش. براحتك، اديك انت لا. شايف العقاب قدامنا اهو. ماشي. يلا بينا. يلا. لا انا همسك نفسي لازم. موقف احكي موقف بدايه وسط ونهايه وقصه يعني. موقف بقى موقف يا رب. يعني انا اعياد الميلاد عندي موضوع وحش قوي فيها، ما بحتفلش بعيد ميلادي في الغالب. ده بدا من موقف صغير حصل لي وانا صغير، هو حصل في الشرقيه عشان لو اسلام عايز يضحك قبل ما نبدا الموضوع. احنا كان عندنا محل حلويات واحد في الزقازيق كلها،
هو اسمه قصر بسام. احنا طلبنا التورته على اساس انها تجيلنا على البيت، على اساس ان دي حاجه يعني متمدنه قوي وحاجه شيك يعني. طلبناها واتاخرت، العيد ميلاد قرب يخلص والناس بتروح وكده والتورته ما جاتش. احنا تاني يوم قرينا في الجورنال ان الراجل اتقلب في الترعه بالعربيه وما جالناش، بس هو الحمد لله سليم يعني. فكتعويض من اهلي عن ان انا احتفل بعيد ميلادي قررنا هم يحتفلوا في المدرسه. كانوا بيجيبوا التورته لو تفتكروا ويجيبوا يدخلوها الفصل وكده عشان الطفل يحس بحياه طبيعيه يعني. مفيش، التورته دخلت التلاجة فعلا، امي جابتها الصبح وكانوا مستنيين الفسحه تيجي عشان نحتفل بعيد ميلادي يعني. خدنا نص يوم في اليوم ده عشان ابن المدير وقع على دماغه اتفتحت، فكلنا رحنا نطمن عليه في المدرسه. فالتورته دي لحد دلوقتي تقريبا هو اللي جابها لكم دي تقريبا يعني، مش متاكد بس هي حاجه شبه كده يعني. لغايه دلوقتي في ثلاجه المدرسه ما خرجتش. بس انا كنت عايز اتكلم عن عيد ميلادي، بس واضح ان انتوا خايفين من الاكل اكتر من لا ما ضحكتش. ما ضحكتش، هو لا دي مش ضحكه. لا انت ضحكت يا اسطى، انت ضحكت، انا ما ضحكتش بصراحه. لا نو I'm not smiling, that's my face. No هو ضحك. هي هاي نيجا it was me. هاي نيجا ماشي هو يلا ضحك، يلا انا ما ناكل ضحكتش سوا. بجد. انا ضحكت يا جماعه. انا متشوق اعرف ايه هي بس. مع بعض يا شباب. خير مخلل مش عايزه تطلع يا جماعه. يعني انا اسف. قشطه. انا وانا صغير كان عندي مشكله مع لغه الشارع، ما كنتش بفهمها كويس. يعني زي مثلا ان انت نبقى احنا مثلا الصبح فبتهزر مع حد فيقول لك يا عم احلى مسا عليك، فانا ابص على الساعه لا اكيد مش وقتها، فما كنتش بفهم لغه الشارع قوي. يعني تقريبا وانا عندي 18 سنه كنت رايح يوم عيد ميلادي، كان عندي مشوار الصبح في السجل المدني وبالليل داخل سينما، فانا رحت السجل المدني عايز اخلص ورقه علشان في المدرسه عايزين مني حاجه اخلصها، فالورقه دي لازم تطلع من السجل المدني، ورقه صعبه عشان تطلع محتاجه ان انت بتقدم قربان وبعد كده 3 ايام عمل تيجي تستلم، بعد كل ده ما حصلش. فانا في حد قال لي ان انا ممكن اخلص لك الموضوع ده بسرعه، فانا قلت طب ما حلو ده يلا بينا. فقلت له انا عايز اعمل كذا كذا كذا، قال لي خلاص انا هخلص لك الموضوع. راح خلص الموضوع ورجع باصص لي كده وبيضحك كانه يعني خارج من اوضه نومه، مش خارج مش خارج من السجل مدني، فاهم؟ بص لي كده وبيقول لي كل سنه وانت طيب. فانا قلت له ايه ده، انت مين قال لك؟ انا كان في نفس اليوم كان عيد ميلادي، فانا ترجمت قلت له انت مين قال لك؟ فقال لي مين اللي قال لي ايه؟ قلت له انت عارف منين؟ قال لي لا احنا هنا كلنا عارفين، كلكم عارفين، هو عيد قومي وانا ما اعرفش. وكمان انا في السجل المدني فهم هناك بيبقوا مسجلين تواريخ وهكذا، عارفين كل حاجه. عارفين كل حاجه. طبعا. ايه اسلام ايه؟ اسلام ايه؟ انا افتكرت حاجه امبارح. الاسلام ايه؟ أنا ما افتكرت حاجه من ضحكتش الشهر أصلاً. العقاري. أنا ما ضحكتش اصلا. كل لا ما ضحكتش اصلا. ابتسمت والله. لا ما برافو. ابتسمتش. شكرا لا مش هيتحسب. اتس ماي فيس. يلا كل. انت عيد ميلادك يوم ايه؟ يوم 24/5 بس. ففي نفس اليوم بالليل كان زي ما قلنا هو كان عيد ميلادي، فخلصت بالليل داخل سينما، بقى في شخص كده ماشي بكشاف بيقعدك مكانك علشان انت اللي كاتب له؟ خد يا اسطى. بس فالشخص اللي بينور لك علشان يقول لك مكانك هنا، فانا داخل معاه برضو، فبيقول لي قبل ما اقعد لقيته بيقول لي كل سنه وانت طيب. قلت له انت مين قال لك؟ بس شكرا. والله عايز اقول لكم بجد حاجه والله مضايقاني. ماشي، مين احنا؟ لا انتوا الاثنين هقول لكم حاجه مضايقاني والله. ماشي. ماشي، انا بابا بيتعامل معايا ان انا غبيه قوي، لدرجه ان احنا في رمضان يعني المعتاد ان احنا في رمضان يعني الخناقات بتبقى قبل الفطار، احنا بنبقى قبل الفطار جايبين ورد وحب وكل حاجه، بعد الفطار البيت كله ورد بيقوم ليه في رمضان؟ حب، يعني حب. ماشي كملي. عشان معلش ده يوتيوب بس عشان مش عايزك. بعدين ده بيتنا يعني. ماشي، فاحنا بعد الفطار بقى كلنا بنقوم نتخانق مع بعض. احنا كنا قاعدين بعد الفطار في مره ومحدش بيتكلم مع التاني خالص، ساكتين، فبابا فجاه قال لي قومي تعالي معايا، فدخلني جوه الحمام، دخلني عند الحمام جوه وبدا يشغل الميه الدش او الحنفيه يعني، وجابها على الشمال، عامل لي بصي اقصى الشمال دي ميه سخنه، هترفعها اقصى الشمال كده الميه السخنه هتنزل، لو عايزه البارده هتجيبيها اقصى اليمين. فانا اتعصبت قوي، قلت له ما هو انا عارفه انا بستحمى يعني. فقال لي استني بس، لو انت عايزاها معتدله هتجيبيها في النص شويه. فانا اتعصبت ان هو بيتعامل معايا كده على طول، فقلت له يا بابا ما هو انا عارفه انت اكيد مش هتقولي. قال لي انت اكيد مش هتقولي، ما هو انت تربيه وسخه، ما هو انت تربيه مش عارفه. بصي يا نجلاء يا فتحي، دي ماما، بصي يا نجلاء يا فتحي، بصي يا نجلاء يا فتحي، بنتك بتقول لي اتفوق عليكي وعلى اللي جابك. فانا عملت كده وعرفت الميه السخنه بتيجي منين، هي مش من الدش. لو حد عايز ميه سخنه يروح يقول لبابا بص بس. فانا متضايقه قوي والله، لو عندكم حل يعني مامتك نجلاء فتحي؟ والله العظيم. ده اسمها الحقيقي. والله انا مش ممكن نشوفها؟ لا بابا بيتضايق. ماشي. مين ده؟ هو انا ماليش دعوه. اطلع بره مش فاكر بتاع السينما بس. أنا بوكر فيس. I'm not smiling, I'm not laughing, yes, I'm not here. No.
برافو يا ماني، حلو والله. لا ما ابتسمتش يا كوتش، لا يا كوتش ما ابتسمتش، لا يا كوتش ما ابتسمتش، ما حصلش. انت روحك مش راضيه خالص يا ابتسمت اسلام. عشان انا قلت حاجه. طب بتقول ليه؟ لا ما هو سهل انسان، مش ما هو المفروض يمسك نفسه حتى لو عايز يقول حاجه. ايوه صح. كل. لا انا خلاص كلتش خلاص، عدت خلاص. هو انت مش الحكم؟ لا يا باشا البرنامج بتاعي انا طب بعمل انت اللي في انا ايه عايزه. بقى؟ احنا الفترة التانية بنبقى اهدى شوية. استنى بس، استنى عليا، الفقره الجايه جايه لك اه لوحدي بقى. لوحدك بقى، استنى عليا. ها ماشي. تاخد اخر واحد بقى ونخلص العقاب لا مش يلا. هبدا الا لما تاكل. اكل ايه يا انت اسطى؟ ضحكت. يا اسطى ما انا هتفها تاني انت يا اسطى. ضحكت. لا يا اسطى ما ضحكتش، انا كل يا ضحكت. اسلام. انا ضحكت يا جماعه. ايوه كل يا ضحكت. اسلام. كمان سمعت الضحكه. كل يا اسلام بقى، ما خلاص. توقعش برنامج. ايوه برافو عليك. كده نبدا بقى. بص دي كده، ايد هنا في وسطك. ماشي. ايد في وسطك اه. وايد هنا وكوعك هنا كده. اه. هتظبط على طول. يلا بينا. هلو أيوه. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا عندي مشكله، انا ما بقولش، انا ما بعرفش. يعني اي حد هيطلب مني اي حاجه لازم اعملها له. ففي واحده صاحبتي اشترت عربيه جديده، وانا مش بسوق سؤال حريمي، لا انا بسوق سؤال هي بتاعت الناس اللي هي عندها ميه بيضاء على عينيها دي، الناس الكبيره دي. خدتني معاها قالت لا، انا دي قله ادب على فكره. دي قله ادب، انا دي بحبها قلة أدب. جدا. دي قله ادب. ليه؟ لا انا ضحكت. احنا فصلنا يا جماعه، فصلنا. انا عايز عليه هو. ايه؟ هتحسبيها هيبقى ايه ياكل معايا. ايوه انتوا الاثنين يا عم تسكت. طب ماشي لحظه يا عم بقى. تسكت يا لحظة. عم. دي قله ادب بقى بجد بقى. ايه رايك يا عم بقى؟ ربنا يخليك والله. يا عم تسكت يا عم. كل ما هرجع بجد. يعني هرجع. عايز تقدم ده للمشاهد، نقول له كده ايه الناس ده؟ ايه العواجيز اللي تقدم عندها ده مية للمشاهد؟ بيضاء. يعني دي ايه ده؟ قله ادب. يعني ايه ده؟ يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ ازاي تغلط في راجل عجوز؟ ما احنا هنعالجه يا بعد عم هو ابوه الموضوع. عنده ميه بيضاء، انت زعلان. دي قله ادب كان كده بجد يا بقى. بجد بقى دي قله ادب. دي قله انيس ده وحش قوي. يعني ينفع اكل نص ده واحده؟ وحش قوي، ده وحش قوي، ده وحش جدا. ده وحش حلو جدا. حلو خالص. دي قله ادب. ده حلو. انا بقى يعني ما بنقولش ده. طب ايه؟ ايه؟ مفيش واحده صغيره كلهم؟ مفيش يا عم، كله زلط. استنى اجيب واحده صغيره. انا بسوق سواقه وحشه جدا. فالمهم خدتني، كلمتني انا لي، قالت انا عايزه اروح الاهرامات. فتمام، خدنا العربيه الجديده اللي لسه قسطها ما اتدفعتش ورحنا بيها الاهرامات. عربيتك انت؟ عربيتها هي، اوكي. وستيل انا ما بعرفش اسوق، بس انت اللي سايق. بس انا اللي سايق. فرحنا هناك، فالحسنه وبتاع، فحد حب يحلو قدامنا شويه، ولد كده راكب حصان وحب يحلو شويه قدامنا يعمل نمره يعني. فجي قدامنا وانا بقول لها، هي تقول لي يا ابني خلي بالك، اقول لها يا بنتي انا شايف ما تقلقيش، خلي بالك مش خلي بالك. فالحصان رفع العيال دي كده، فانا كنت جاي من وراه. رفع حصان. الحصان رفع حصان، منطقيه يعني. فانا كنت جاي ماشي من وراه. يا دين ام الحلقه واثنين اسامه السوداء. كل هو اللي بيقول. هو انت بتتكلم ليه؟ دي طريقتي. هو لازم اشاركه عشان انا لو فضلت باصص له هضحك. يعني انتوا بعمل الاتنين- قليان انا في انتوا القصه. الاثنين بتضحكوني لوحدي. كل طب اعتبرني اقول لك على حاجه، هاخد معاك عقاب اللي جاي واحده. يعني السيجمنت الجاي لو عشان بجد مش استاذ انيسه موافق على القصه معلش، دي؟ يعني السيجمنت الجايه هو هيتعاقب لوحده صح؟ خلاص لو انا ضحكت مره هتعاقب معاه، حلو قوي. عشان ده انا بجد خدي ده كده. انا اتعقدت من خير مخلل اكتر ما انا متعقد منه خلقه. يلا شد. انت خرع ليه يا عم؟ يا اسطى صعب قوي يا اسطى، هرجع بجد. معلش كل مره عملتوا ترجع وما بترجعش. ما يلا عشان ما باكلهاش يا اسطى، طب ما يلا. ما طب بلعهاش. يلا بلاش حاجه فرغله. كمل يا ديشا. وقفنا عند لا الحصان لما عمل حصان تمام، وهي تقول لي يا ابني لا خد بالك وبتاع. المهم رحت انا داخل في الحصان من ورا، هو قاعد على دخلت العربيه. في الحصان من ورا ازاي صح؟ بس والله العظيم مش عارف. انا دخلت في ركبه اللي هي الحته اللي عامله كده دي، انا دخلت كده راح قاعد كده. هو كمل على العربيه. مشكله ما كانتش هنا. انت يا اسطى مالكش دعوه بالبرنامج يا اسطى، باذنك هي اللي ليها دعوه بالبرنامج. هي عدتها لي يا عم، الحكم عدتها لي. ديشا انت وقفت عند دخلت في الحصان من ورا. سيجمنت يا اسطى هي عدتها لي. كل هياكل في الحكم الجاي. هو في ايه يا جماعه؟ وانا احنا جايين نصور فين؟ والله يلا يا عم كل. يلا خلاص، بس اللي هاخد منك واحده في المره الجايه. يا ابني انت مش صاحب البرنامج. انا ايه ده؟ أيوة. هو مين اللي المفروض يسعى انا عايز ابوظ البرنامج بتاعي. كمل. كمل يا عم. دخلت في الحصان من ورا. هو نعم وربنا ما واكل، ما هو ما بياكلش. هو قال لي 4 مرات في ما هو بيضحك. انا ما كنتش بضحك. انا ما انت دلوقتي عشان لسه بتتكلم، ما انت ما طيب، تتكلمش. صلي على النبي. اساس هاكل دلوقتي لو انت اكلت، مش ده- هاكل لو انت ما ده اكلتش. هناك في انترتين ترين، هنا تاكل خلاص زي ما مش واكل. زي الجزمه تاكل. ما انا انت لو حاجه حلوه هاكل. لا والله ما هاكل الا لما انت تاكل. والله ما هاكل الا لما ياكل. خلاص انا عارفه، ده عينه دي عيل صغير. طب نقعد نعمل قعده عرب بقى ونسيب الراجل اللي واقف في المايك ده. سيبك انت داخل في الحصان. كم
طب اضحك بقى، اضحك لي شويه قبل ما بيهم ده حبه بيهم اضحك لي شويه ده حبه بيهم طب ها. اضحك لي شويه والنبي. كمل يا ديشو، بقول لك ايه يا ديشو، حلو كده. خلصان ماشي. المشكله ما كانتش هنا، هو مشكله قاعد على العربيه، على العربيه الجديده، وعمل حمام هو. ما انت دخلت فيه ورا. بالظبط، وده ما ينفعش. دي قله ادب. يا ابني اسكت. يلعن. اعمل ايه طيب؟ هنضطر ناكل. يا اسطى اسكت يا اسطى، خليه يخلص الحصان والقاره اللي احنا فيه ده. يا اسطى انا خلصت طبق يا اسطى، انا عمري ما خلصت طبق في حياتي. عمري ما خلصت اكل في حياتي. معلش. طب استنوا بقى عليا عشان ايه؟ طب انا ممكن انهي هنا عادي. ازاي يعني؟ ده ايه ده بقى؟ يا اسطى صعب قوي. خد شويه من الصوص كده معاها. ما تحكي لنا كده وانا باكل عشان في في آخر- اضحك ولا لازم. في اخر حته المشكله لما رحنا عشان نحل الموضوع ده، صحاب الحصان عايزين مننا فلوس، وهي يعني دماغها كلها واقفه ان هو عمل بتبيع العربيه، مين يشيلها الموضوع ده؟ فصاحب الحصان قال لا احنا ما بنشيلش قرار حد. افهم انا ماشي. عندي طريقه انت مش عارف تستوعبها. اه اما بتشاركوا اه بتنسى بنسى ان إيه؟ في ضحك بقى ده أصلاً. انا بشاركه ما أنت- بمجهول ما انت الحاجة بقى. بتضحك، انت بقى بتضحك بتبوظها لنا كلنا. شاركني ماشي. معاه يعني اركب معايا المشاركه. ماشي يا اسطى ماشي، بس فاهم فيك ايه. جرب يلا بس اخر واحد جرب. في السيجمنت دي. يلا يا عم. ممكن تسكت. ماشي انا اسكت انا اسكت اسكت، مش عايزك تشاركنا في حاجه. انا هسكت. بص يا مدلل، يعني موقف سريع كده. انا من احكي واخلص بقى. من سنتين كده هو فاهم في السريع، سافرت مع اصحابي الساحل. فالنشاطات اللي هو اول ما نروح معروفه بنقوم رامين الشنطه، كل واحد بيشيل كل اللي عليه. هو بيبقى مايو زي ما تبقى عامل لعيب في المصارعه كده، هو مايو بس. رحنا ميه بحر بسين، رجعنا كلنا. انا نمت زي ما انا بالمايو. برافو عليك. الباقي راحوا يتفرجوا على الغروب، رجعوا لقيت حد بيصحيني بيقول لي يا اسطى المايوهات اتسرقت، كل المايوهات اللي اتنشرت بره اتسرقت، حلو. والبوكسرات والبوكسرات والبوكسرات. المايوهات والبوكسرات. الفكره ان هو اللي كان بيصحيني ليه الشباب كلها قلعت البوكسرات؟ ما هي ده سؤال برضه برضه. المايو بس بذمتك، ماشي وأنت مش من لازم النوع في ده؟ حاجه تحت انت تامن. من النوع اللي بيلبس المايو في لا البوكسر؟ انا عندي اندر مايو. اندر بوكسر؟ اندر مايو. ماشي. ما لا ده يعني نقاش جميل. انزل بقماش. ايوه يلا. اتفضل يا ريس. فاكتشفنا ان المايوهات والبوكسرات كلها اتسرقت. الفكره ان لما حد انا كنت سقطت، فحد بيصحيني بيقول لي ماجد البوكسرات والمايوهات اتسرقت. فانا بصيت له كده، وبعدين رحت باصص لقيت المايوه، قلت له انا تمام، ونمت تاني. صح كده. بس كده. لو قصيره. كنت جيت لي من الصبح كنت ضحكت لك، بس انت خلاص جيت لي وانا خلاص. قصيره الحمد لله. الحمد لله. وانت كنت عايز تشاركه، انت جيت بالواحد عايز تتكلم تنط. كنت عايز الحقه. يا لهوي. ايه رايك في العقاب ده يا عم خالد؟ خلي بالك احنا في حاجه مختلفه بقى في العقاب ده، واخد بالك ان هو عندك انت بس؟ ما انا فاهم. دي السيجمنت بقى الاخيره اللي انا بحبها بقى، او ما بحبهاش بصراحه. انت مبسوط. ليه بقى؟ الشباب دلوقتي هتطلع هي تقول لاينات عليا انا. السلام. لو انت ضحكت يا خساره انت تتعاقب. مش هضحك. انا بقى ممكن امسك فيهم عادي براحتك. انا عادي. وتشاركهم واشاركهم بقى واعمل بقى الحركات دي واعمل كل حاجه. حاجه. انت بقى ايه؟ اسكت. لوحدك هتتعاقب لوحدك ماشي براحتك. خلاص ماشي. فهمت كل حاجه؟ فهمت. انا عندي خطه. هنشوف هنشوف. يلا يلا بينا. ماشي. اسلام امين هادي بشكل واضح، يعني دي حاجه معروفه عنه. ايوه. اعتقدش ان اسلام امين بياخد اشواجندا، اعتقد ان اشواجندا بتريح في ماده اسلام امين. النضاره بتاعت اسلام امين كبيره وقديمه، اعتقد ان هو خد النضاره دي من بابا من ساعتها ما غيرهاش عشان اسلام امين. حلو. لا ما حصلش. خش اهو اديله. حرام والله يا يلا يلا واحده واحده. والله مش اقوى حاجه يعني واحدة. لسه عشان اللي بعده يبقى اقوى. يلا يلا. تفاح، بحب التفاح بس انتوا برضو ايوه خد من الصوص كده، غمس شويه كده بالصوص. اسكت بقى. ايه طعمها ايه بالله عليك؟ اسلام انت قلت هتشارك. لا مش دلوقتي. ما انا ساعتها خدت لما قلت لي حساسيه قمت واخد. انت نسيتي؟ لا الكاميرات موجوده نراجع. لا نراجع معلش. لا ما انا خدت برضه. رميتها بالبسط ما اكلتهاش. ماشي. احنا شفناك. خلاص انا هضحك عليك، انا هضحك عليك عامه. يلا اسلام امين ما بيعجبوش الجين زي عشان اسلام قديم. طبعا. اسلام امين مش عاجبه حل الستاند اب دلوقتي. اسلام حزين. ده حقيقي. دي حقيقي. ترو. بس ممكن اقول لاين كمان عن النضاره، لو النضاره ضحكتك براحتك. فاعتقد وبرضه يبقى حقكم تقولوا ولا ما تقولوش. اسلام النضاره بتاعته قديمه جدا. اسلام شاف محمد سالم بيلعب على الستيج بالنضاره دي. ده حقيقي.
اوكي. كلكم ساكتين. انتوا عايزين توقعوني، انتوا عايزين تضحكوني. يلا يلا، برافو عزت، برافو عزت. طب امشي بقى يا عزت بقى، خلاص بقى. خلاص. يلا مش هاكل لما عزت تمشي. استنى مش لما ياكل الاول. يا ولد الكلب. ايه، امسك نفسك بقى عشان التانيين دول. يلا امسك بينا. بص الطبق ده مش عايزه يخلص. طعمه خطير. يلا. مساء الخير، مساء الفل. عاملين ايه؟ الحمد لله. عامل ايه يا اسلام؟ انا مش كويس والله. مع انك امين. تمام. عارفين مين اكتر حد اسلام بيحب يعاقبه؟ تيمو. لا، خالد النوتي. اسلام امين عنده سيركل على الانستجرام اسمها علشان اكون امين معاكم، رغم ان هو كان ممكن يختار علشان انشر الاسلام وسطيكم، بس هو اختار الدنيا نوعا ما يعني. طيب عامة اسلام لما بيحب يوافق على حاجة امين 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 امين. صح. صح؟ برافو يا عثمان. عملت بقى ايه دلوقتي؟ ايه بقى؟ عملت جواه شخصية محقق في أحداث غامضة. ده في دماغك. اه يعني انت في فيلم شغال في دماغك انت مش سامع اللي هو بيقوله. يا سامعوا شوية. انا ما اعرفش يعني زوجة اسلام كويس، بس بجد انا بحسدها عشان هو وفر عليها كتير قوي في الجواز. ما جابتش بوتاجاز ما شاء الله مع واحد باربع عيون. مش هنزلها، مش هتنزل. انت مفكر ايه؟ اسلام وهو صغير دايما كان بيبقى محطوط دايما في الشرطة المدرسية. اسلام كمين. بتتقلي كتير قوي، بزعل. اسلام برضو هو صغير، انا عارفاه كويس يعني. اسلام هو صغير كان دايما بيتضرب في البيت، بابا كان بيضربه على كل صغيره وكبيره يعني. جاله ترومات كتير قوي لحد ما كبر وبقى محاسب. محاسب. ماشي. انت عارف نوت سمايل. بالله ما حصل. يا عم انت جميل البنت دي منين بقى؟ يلا والله ما ضحكت، والله ما ضحكت. معلش بقى، واحده للكونتنت بقى. يلا فور كونتنت يا خلوله. أنا انت عامل جبت لنا بيرسونا، كهرباء ده انا عشان عامل مساعد يلا. وزير. برضه في دماغك؟ عشان ايوه ده بتتفرج على فيلم معالي ما الوزير. ينفعش ما ينفعش يضحك مساعد وزير اللي يضحك. طبعا مش منطقي. طبعا. يلا. عايزه اقول معلومه، البتاع اللي انتوا بتاكلوه ده بجد فيه فوائد كتير قوي، وهما كلهم بيرشحوه. فاهم قصدي؟ انت مش قوي سامع قصدي. انت شايف قصدي جدا. طيب احنا عارفين ان الاسلام بيشتغل في بنك، صح؟ ايوه. اسلام امين اول واحد اعرفه بيعمل ستاند اب وبياخد رقم الطلب. هو الوحيد اللي بيخش مش بيقول ازيكم لما بيعمل شو، مش بيقول ازيكم. ممكن البطايق. سمايل عند اسلام سمايل بطايق. دي شو النبي يحكي لي قصه الحصان. يلا نغمسها. هاتوا له حته لقمه بالله عليك، هاتوا له رغيف عيش. ايه نوت جود. جاب لك عيش سن. يس اوكي. لا. اكتر حاجه مضحكه في اسلام انه ساب وظيفه مستقره وهو بيعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه؟ بتفرج عليك وانت بتاكل. اسلام عمل ستاند اب عشان غالبا البنك قالوا له محتاجين حد ايه في الفرع. سالتنيش الكاركتر كان ايه مع مع هديش. عملت واحد عنده اسطبل خيل زمان ودلوقتي ربنا كرمه وما بقاش عنده، فعشان لما اجيب سيره الحصان انت ما تضحكش. متضايق انت فشخ. زهقت اصلا خلاص من بقى سيبك من حسنا. القصه دي بقى، خلاص ماتت يعني. هما ممكن نعملها دي حلقه عادي. اسلام امين ملقب بعراب الكوميديا، وده لانه دقه قديمه. اسلام كسول جدا، قعد 3 سنين عشان يعمل البرنامج بتاعه، وفي الاخر سماه يا انا يا انت، حاجه من على وش القفص جدا. شات جي بي تي. اسلام من كتر ما هو كسول لما خلف جمع اول 3 حروف جم في دماغه وسماهم لابنه. اسلام برضه يا جماعه جينيريك قوي، يعني لما الحلاق شافه وعرفه وافتكروا خالد الشوكي. يا راجل يا راجل، دي عادي تاكل. اللي فاتت انا بضحك على اللي فاتت. اللي فاتت مش طبيعيه. كان نفسي ده ما نضحكش عنده. لا اكلنا كتير. هتكدب انت بتضحك وخلاص. ايوه عشان انت تاكل. كل غمسها شويه بالله عليك. استنى بقى اسلام بقى اللي ايده في البتاع مش زي شكلها وحش. اسلام كان الحلقه الاضعف في الضحك في كونكت 4 لغايه لما جابوا ضيف مأذون ضحك اكتر منه. مين؟ بس كده شكرا. ضيف ايه؟ مأذون. احمد احمد ابراهيم. ابراهيم. هو ضحك اكتر؟
بالنسبه لاحمد ماجد. انبسطت يا عم خالد؟ الحمد لله والله زي الفل. ايه ربنا شويه يخليك شويه يا عم عنده اسلام، شويه والله ضحك العظيم. حلوين والله العظيم زي الفل. والله شويه العظيم. ضحك عسل. تقفل لنا انت بقى الحلقه دي عشان انا لا عندي تروما من القصص دي. يلا يا باشا برنامجك اقفل وريني يلا. طب يا جماعه لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، تكتبوا لنا في الكومنتس عايزين مين يجي جنبي هنا في الكورس ده، لو حابين تطلعوا هنا اكتبوا لنا في الكومنتس، ابعتوا لنا في الدي ام. باي باي.